صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض معشوقة الجماهير أكلة أول يوم العيد، الرنجة. الرنجة كما تجب أن تكون، هنعملها مع بعض بشكل بسيط جدا وسريع جدا. ما شاء الله، شايفين الجمال؟ هي بتتكلم عن نفسها. العيد عندنا يا جماعة يعني رنجة. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان توصلكوا اشعارات بكل وصفاتي. ما تنسوش تحطوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك. يلا بينا نبدا. مبدئيا كده، الرنجة ليها ماركات كتير في السوق، وبتيجي كمان بأشكال مختلفة. يعني ساعات بتيجي في الصناديق اللي بتبقى موجودة في السوبر ماركت، أو كمان بتيجي مغلفة في أكياس بلاستيك، وليها ماركات كتير وأنواع كتير. بما إن احنا مش ملهمين بكل الأنواع اللي بتيجي في السوق، فهقول لكم بس على حاجات بسيطة تاخدوا بالكم منها وانتوا بتشتروا الرنجة. لما بتيجي تضغطي كده على ظهر الرنجية بتلاقيها متماسكة أو فيها